بقيت تنسى كتير وحاسس ان ذاكرتك ضعفت؟ ما تقلقش، تابع الفيديو ده للاخر عشان هقولك على الحل. الذاكرة من أهم نعم ربنا علينا سبحانه وتعالى، ولازم نحافظ عليها. في البداية لازم نعرف إيه هي الذاكرة وإزاي بتشتغل وإيه هي أنواعها، وفي الآخر هنلخص أهم النصايح عشان تحافظ على ذاكرتك وتقويها كمان. الذاكرة بتتكون في الدماغ عن طريق تفاعلنا في العالم من خلال الحواس بتاعتنا زي السمع والبصر والتذوق واللمس والشم، ولما بنستخدم الحواس بتاعتنا بتتنقل المعلومات دي لدماغنا. وعشان كده أول حاجة لازم تعملها إنك تحافظ على صحتك بشكل عام. يعني لو عندك مشاكل في بعض حواسك زي النظر أو السمع أو غيره لازم تعالج الموضوع ده، لأن هيبقى ليه تأثير على انتباهك وبالتالي تكوين الذكريات من الاساس. ولان انتباهك للاشياء من حواليك مهم فضروري انك تركز وتنتبه للي بتعمله عشان تساعد دماغك. يعني بلاش تعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت، لان ده هيقلل من تركيزك وانتباهك. ما ينفعش تبقى مشغل التلفزيون وبتقرا بوست على الفيسبوك وبتذاكر وبتشتغل وتعمل كل ده في نفس الوقت. لا، الاحسن انك تعمل حاجه واحده بس، ولما تخلصها تعمل حاجه اللي بعدها، وهكذا. في اكتر من نوع للذاكره. الاولى هي الذاكره طويله الامد، ودي بتنقسم لكذا نوع. الذاكره العرضيه ودي بيبقى فيها احداث الماضي بتاعك، والذاكره الدلاليه ودي المعلومات والمعرفه اللي عرفتها في حياتك، والذاكره العضليه ودي لما تتعود تعمل حاجه لفترات طويله من عمرك لدرجه انك بقيت بتعملها وانت مش واخد بالك. زي لما تيجي تكتب تعليق حلو بعد ما تشوف الفيديو هتكتب من غير ما تبص للحروف وتدور عليها وكأن صوابعك حفظت اماكنهم. وفي كمان الذاكره المستقبليه ودي بنحتفظ بيها بالحاجات اللي احنا عاوزين نعملها في المستقبل، زي انك تجيب حاجات من السوق وانت جاي من بره او تتصل بقرايبك تعيد عليهم. وفي الذاكره قصيره الامد او المؤقته، زي ما يبقى حد جنبك بيتكلم في التليفون ويملك عنوان او اسم او رقم عشان تحفظه، فانت بتفضل فاكر المعلومات دي لحد ما يخلص مكالمته وتمليها له ويكتبها، وبكده الذاكره تكون انتهت. ودي بتعتمد على حاجه اسمها قشره الجبهه الاماميه. طبعا ممكن بعض الذكريات المؤقته لو كانت مهمه تتسجل كذاكره طويله الامد في منطقه في الدماغ اسمها الحصين. وفي برضه الذاكره العاطفيه ودي المسؤول عنها منطقه اسمها اللوزه الدماغيه، ودي الذكريات اللي فيها فرح او حزن. اما الذكريات طويله الامد او الدائمه بتتكون في منطقه اسمها الحصين، وده العضو الرئيسي في تكوين الذكريات، وهو قلب الدماغ اللي بيربط بين فصوص المخ المختلفه عشان يكون في ذكرى كامله عن الموضوع. زي ما تروح مكان جديد وتاكل اكله حلوه وبعد فتره تشوف صور للمكان فتفتكره وتحس كأن طعم الاكل لسه في بقك وانك شامم لسه ريحه الاكل، وبتسمع كمان الاغنيه اللي كانت شغاله وانت بتاكل. وده لان الخلايا العصبيه بتتفاعل مع بعضها عن طريق انها تكون روابط ومشابك عصبيه جديده تربط الحاجات كلها ببعض، وده بيحصل كل ما تتعلم حاجه جديده، وبيتم كمان حتى مع كبار السن. فمهما يكون سنك ما تقلقش، ادمغتنا مش كتل صلبه، دي مرنه جدا وبتتغير على حسب الانشطه اللي بتمارسها. وعشان كده مهم جدا انك دايما تتعلم حاجه جديده، تتعلم رياضه او مهاره او لغه، المهم انك تخوض تجارب جديده مختلفه عشان تشجع دماغك دايما وتمرنه على تكوين خلايا عصبيه جديده. كمان مهم انك تمارس تمارين رياضيه خفيفه بشكل يومي، لان ده بيحسن اداء العقل وبيكون خلايا دماغيه جديده في الحصين، وهيقوي من ذاكرتك وهيقلل من خطر الاصابه بالزهايمر. وهنا مش بنتكلم انك لازم تبقى الشحات مبروك او البيج رامي، بس كفايه انك تمشي يوميا او تجري شويه او تعمل شويه تمرينات خفيفه. حاجه كمان مهمه وهي النوم، لانه بيسمح لخلايا المخ انها تسجل الذكريات اللي انت عملتها في يومك. عشان كده دايما بينصح الطلبه ايام فتره الامتحانات انها تنام بعد ما تذاكر، وتنام قبل ما تروح الامتحانات وما تطبقش عشان الذاكره يتم حفظها في الدماغ بشكل كويس. والنوم بشكل كافي من اهم الحاجات اللي تحميك من الاصابه بالخرف والزهايمر بالنسبه توصل ل 50%. حاجه كمان مهمه وهي النظام الغذائي الصحي. الاكل والشرب اللي بتستهلكه بيأثر على كل حاجه في جسمك بشكل مباشر، فمهم جدا انك تاكل اكل صحي زي الخضار والفاكهه وتشرب ميه بشكل كافي طول اليوم. حاجه كمان وهي تجديد شكل المكان اللي انت عايش فيه، يعني كل فتره لازم ترتب بيتك وتتخلص من الكراكيب وتغير وتجدد في شكله، وده هيساعد دماغك في تجديد الخلايا. علاقاتك الاجتماعيه، الانسان بطبيعته كائن اجتماعي، مفيش مفر انك تتعامل مع الناس، ما ينفعش تحت اي سبب من الاسباب انك تنقطع عن الناس، ولو ده حصل نتيجه اكتئاب او اسباب تانية لازم ترجع نفسك في اسرع وقت وتتفاعل وتتكلم مع الناس حواليك زي اهلك او صحابك، لان مجرد الكلام معاهم هيستدعي بعض الذكريات القديمه وهيبقى كانك في عمليه استحضار دائم لذكرياتك، وده مش هيخليك تنساها بسهوله وهيحسن من حالتك النفسيه زي ما بتشوف البوم الصور وانت صغير وتبتسم وتقول يا الله على ايام زمان. حاجه كمان مهمه وانك لازم تبعد نفسك عن الضغوطات والتوتر على قد ما تقدر، بانك تحاول تصفي ذهنك زي انك تخرج تقعد قصاد البحر او النهر او بحيره او اي مكان طبيعي او اي مكان بترتاح فيه نفسيا. نلخص النصايح بسرعه. رقم 1 ما تعملش اكتر من حاجه في نفس الوقت وركز على حاجه واحده بس. رقم 2 اتعلم دايما حاجه جديده. رقم 3 مارس رياضه خفيفه يوميا ان شاء الله 10 دقائق. رقم 4 لازم تاخد قسط كافي من النوم. رقم 5 تخلص من الكراكيب اللي في بيتك او في حياتك بشكل عام. رقم 6 اهتم اكتر بعلاقاتك الاجتماعيه، اجتمع واتكلم مع الناس اللي بتحبهم ولو مره واحده بس في الاسبوع. رقم 7 ابعد نفسك عن الضغوطات والتوتر وصفي ذهنك على قد ما تقدر. رقم 8 ودي اهم حاجه، ما تنساش تبعت الفيديو ده لكل حبايبك اللي بتهتم بيهم عشان يستفادوا، وتشترك وتتابعنا عشان تعرف معلومات اكتر.